المحرقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة الحضور، طالبات طلاب جامعة دال إبراهيم رقم 3، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء لي جونو لو بوت هذا اللي طالع حتى لهنا مغطي لي شوفي، عندنا الكوع هنايا لو كوت لي زيبول تاعنا، وعندنا لا دورسال على العمود الفقري اللورا هنا ماهيش تبان باسكو اللي لابس الجيلي. لا دورسال تغطينا على ظهرنا باسكو العمود فقري، والراس هي من الاعضاء حساسه جدا كي تركب في الدراجه الناريه. نتفرض نسلهم دي فاليو دي قبل كل شيء مدير الجامعة، مدير المعهد التربية البدنية، عميد كلية العلوم الاقتصادية، رئيس المجلس الشعبي البلدي اللي لعل أول شيء اللي راح نبدأ به تظاهرة اليوم إن شاء الله هو التعريف بنادي بليدة رايدرز. نادي اللي عنده قصة لازم تعرفوها باش تعرفوا النادي هذا ما راهو جاي ورؤيته المستقبلية إن شاء الله. نادي بليدة رايدرز باختصار يحتم علينا أن نمارسوا الهواية تاعنا في مقابل الحقيقة كما زيادة أسرع من مضمورات في مضامير تل بالجبال أو
عندنا وليد المعروف الخديده العالميه. نجيب حماني شعيب كمال محمد ياسين عمر نبيل كريم فدالي عبد العالي. عندنا كل فريق عنده شوشو تاعو. الشوشو تاع الفريق تاعنا هو الشيوخ حسين سياحه. عندنا محمد، عندنا أسامة يا رجال لكن بليسي في المحطات كنا أصدقاء. عندنا تكريم، عندنا تكيب، عندنا المكتب وهو أحسن. هذا الشقيق السعيد اللي تبعونا في التلفزيون عندهم العائلة انه زرينا فريق نقولوا هذا اللي هو اختيار الكبدة. عبد الله، عندنا خليل، راية الدين أسامة وفؤاد. جماعة والمثقفة والخروج بإطارات. لكن اليوم الاتحاد العام للطلبة الجزائريين يسجل نفسه رقما في المعادلة. أول شيء نرحب بضيوفنا الكرام فريق بريدة رايدر، نعطيهم تصفيقة حارة. نشكر كل من ساهم في إحياء هذا النشاط مناضلي للاتحاد. نشكر كل الحضور من المنظمات الطلابية الأخرى. نشكر عضو مكتب الوطني ذواد هريهم لمساهمته الفعالة في إحياء هذا النشاط، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسمي الخاص كرئيس مكتب الولاية الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، ونيابة عن كافة مناضلي الاتحاد العام للطلبة الجزائريين ومناضلة الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، أود أن أرحب بكم ترحيبا خاص في هذا المحفل الولائي الذي ارتأت أسرة الاتحاد بالتنسيق بين مكتب جامعة الجزائر ومكتب
جامعة الجزائر الثلاثة للقيام بنشاط رياضي بصفة خاصة للتعريف برياضة من أشهر الرياضات في العالم بالتنسيق مع فريق بليدة رايدر لنوجه له تحية خاصة ونترحم على سائقيكم، ربي يرحمهم ويجعلهم من الشهداء إن شاء الله. ومرحبا بكم في صرح الاتحاد العام طلبة الجزائريين. ضيوفي الكرام، والآن دعوني المشكور محمد أمين سيدي يخلف تحت تصفيقات مرحلة. شكركم جزيل الشكر على الحضور والاستقبال، بارك الله فيكم. شكرا على اتاحتنا الفرصه اللي نعرفوا بالرياضات هذه اللي نقولوا احنا من اكبر الرياضات شهره في العالم، لكن للاسف في الجزائر في بلادنا الحبيبه هذه الرياضه مازال ما داتش حقها حتى الان، مازال ما داتش حقها. والحصيله كما تعرفوها وتشاهدوها وتعيشوها دائما، حصيله الحوادث المرور كثيره وكبيره، تقيس شريحه بصفه كبيره شريحه الشباب، وهو من بين الاسباب اللي دفعتنا باش نجيو لهنا الجامعه، لان نلقاو الشباب. وكنا مقبله في اجتماع الانطلاق، درت لهم اجتماع الانطلاق، قلت لهم ديروا في بالكم حاجه، ربما وهذا الشيء وارد ما يكونش بعيد، انه وزير الشباب والرياضه المستقبلي ربما راهو قاعد هنا، او وزيره الشباب والرياضه المستقبليه تكون قاعده هنا وحنا ماناش عارفين. والرساله اللي راح نقدموها ليها ولا ليه يا وزير المستقبلي ان شاء الله، انه لازم يخزن ولازم يشوف الرياضه هذه الميكانيكيه، لانها كما تفضلت الاستاذه ثاني اكبر رياضه في العالم شهره، رياضه الميكانيكيه بعد كره القدم. بدون اطاله نعطيو الكلمه معنا، وفي الجزائر ايضا نحييو الاستاذ عبد الرحمن بونو. السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الاتحاد العام للطلبة الجزائريين على الدعوة اللي لبيناها بكل فخر. نبداو مباشرة بالتعريف تاع الرياضة الميكانيكية تاعنا، أو قبلها نبداو بالتعريف تاع الرياضة يعني بصفة عامة تتطلب 3 عناصر، خلينا نقولوا مكانين اللي نسموهم احنا المضمار، اللي فيه نوعين، مضمار دائم ومضمار مؤقت. نبداو نعرفوا بالمضمار مؤقت اللي راهو يتوفر في الجزائر، اللي هو يتمثل في مضامير طبيعيه، سباقات التيل او سباقات في وسط المدينه، سباقات السرعه. والمضمار الدائم اللي للاسف مازال ما تحصلناش عليه في الجزائر، وهذا الابطال كامل هو الحلم تاعهم انه يمارسوا الرياضه تاعهم في مضامير دائمه مؤمنه، اللي هي الحل الوحيد والسبيل الوحيد لنقصوا به حوادث المرور. وهنا نرد الكلمه لرئيس نادي بليدة رايدرز يتكلم لنا عن المضمار. بارك الله فيك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. من بين النقاط اللي تدفعنا دائما وتشجعنا انه نشاركوا في تظاهرات كما هذه، نعتبروا انه هذه التظاهرات هي منبر لينا احنا باش نوصلوا الصوت للشباب. لي جونو لو بوت هذا اللي طالع لنا هنا مغطي لي شوفي، عندنا الكوع هنايا لو كود، لي زيبول تاعنا، وعندنا لا دورسال على العمود الفقري اللورا هنا ماهيش تبان باسكو اللي لابس الجيلي. لا دورسال تغطينا على ظهرنا باسكو العمود فقري، والراس هي من الاعضاء الحساسه جدا كي تركب في الدراجه الناريه. واش حبيت نقول لكم؟ ايماجيني واحد وفي الجزائر ايضا نحييو الاستاذ عبد الرحمن بونو. السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الاتحاد العام للطلبة الجزائريين على الدعوة اللي لبيناها بكل فخر. نبداو مباشرة بالتعريف تاع الرياضة الميكانيكية تاعنا، أو قبلها نبداو بالتعريف تاع الرياضة يعني بصفة عامة تتطلب 3 عناصر مازال ما تحصلناش عليه في الجزائر، وهذا الأبطال كامل هو الحلم تاعهم أنه يمارسوا الرياضة تاعهم في مضامير دائمة مؤمنة، اللي هي الحل الوحيد والسبيل الوحيد لنقصوا به حوادث المرور. وهنا نرد الكلمة
رئيس نادي بليده رادس يتكلم لنا عن المضمار. بارك الله فيك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. من بين النقاط اللي تدفعنا دائما وتشجعنا انه نشاركوا في تظاهرات كما هذه، نعتبروا انه هذه التظاهرات هي منبر لنا احنا باش نوصلوا الصوت للشباب. المشكور محمد امين سيدي يخلف تحت تصفيقاتكم الحاره. كما حنا لي سيري يحاولوا بقوه لي زيكيمون دو بروتيكسيون انديفيدويال اللي حنا نعطيهم لي زو بي ايكيبمون دو بروتيكسيون انديفيدويال. ديال ابراهيم مناضلي اعضاء الاتحاد العام لطلبة الجزائريين، تحية احترام وشكر وتقدير على المجهودات اللي قدمتوها لتنظيم هذه التظاهر.